ده بقى الآيس كريم الاقتصادي في 5 دقايق بالضبط، وب3 مكونات فقط، من غير حليب مكثف ولا كريمة خفق سائلة، طبيعي وبدون أي ألوان ولا منكهات صناعية. هاستخدم نُص كيلو من الفراولة المجمدة، واستخدمت الأكياس اللي هي بتتباع في السوبر ماركت، ولو موجود الطازة لازم تجمدوها الأول قبل ما تستخدموها. هاحطها في الكبة وهي مجمدة، وهازود عليها نُص كوباية من السكر البودرة، ونُص كوباية من الكريم شانتيه البودر الخام. زودت كمان ربع كوباية مَيّة، واختياري معلقتين كبار من عسل النحل بيدّي مَطّة حلوة أوي في الآيس كريم. هنخلط بقى المكونات دي كلها كويس جدًا بالكبة أو بالخلاط، يعني سواء ده أو ده الاتنين ينفعوا. حوالي 5 دقايق بالضبط وهتلاقوا قوامه بقى بالشكل ده. هناخد بقى خليط الآيس كريم ده ونحطه في علبة يكون ليها غطا، علبة بلاستيك أو إزاز أو حتى معدن، أهم حاجة يكون ليها غطا محكم علشان ما تلقطش أي ريحة من أكل موجود بالفريزر. هندخلها بقى الفريزر على الأقل لمدة 6 ساعات لغاية ما تتأكدوا إن خلاص الآيس كريم بقى متجمد تمامًا. بعدين بقى طلعوه من الفريزر وبالمعلقة وتبدأوا تقدموه. ممكن تقدموه كده في أطباق صغيرة أو في بولات صغيرة، وممكن تقدموه على بسكوت الآيس كريم. شوفوا بقى قوامه اللي يجنن، بيتسحب كده بسهولة لأن قوامه حلو جدًا ما فيهوش أي كريستالات تلج. وكمان لازم تغمزوا المعلقة اللي أنتم بتاخدوا بيها، لازم تغمزوها الأول في مَيّة سخنة علشان يتسحب معاكم كده بسهولة وما يضايقكوش. طعمه رهيب وحلو جدًا، طعمه طبيعي من غير أي ألوان ولا منكهات صناعية، وتقدروا تعملوا نفس الطريقة دي على أي نوع فاكهة بتحبوه، على فراولة، على مانجا، على توت، على أناناس، أي نوع فاكهة مفضل بالنسبة لكم. وبس كده، هاستنى تجربوه، وباتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم أكيد ما تنسوش تعملوا لايك.